حبايب قلبي، قلتلكوا ان احنا هنعمل النهارده سمك. دي احلى صينيه سمك في الفرن اهيت. انا صورتها لكم قبل ما احطها في الفرن، وبعد ما اطلعها هوريها لكم. عايزه لايكات كتير على صينيه السمك دي. خليكم معايا لحد ما الاكل بتاعنا يستوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. صباح الفل، صباح الورد، وصباح الياسمين على كل اللي بيشوفوني وبيتابعوا الفيديو. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ دي ايام ونور. دي فضلة خيركم سمنه بلدي احنا اللي بنقدحها على ايدينا اهو. دي زبده جاموسي، ولا بقى مش زبده، هي قشطه، واحنا بنعملها زبده وبنحطها. تاخد وقت، بتاخد مجهود كتير، بس بتطلع لك نتيجه حلوه قوي قوي قوي. بسم الله ما شاء الله. دي قد ايام منور دي بالظبط. انا كنت جايبه صفيحه، عملت نصها بس عشان البوتاجاز ما بياخدش حلل كتير. عملت واحده زي دي وعبيتها، هوريها لكم دلوقتي. وديت التانية. بسم الله ما شاء الله. كده تعرفوا ان السمنه بتاعتكم استوت لما تلاقوها بتغلي وجميله كده اهي. لسه كل ده هسيبها لحد ما من الرغوه دي كلها تنزل تحت. بس عايزه اوريكم بس الجمال والحلاوه. بسم الله ما شاء الله اهي اهي. بسم الله ما شاء الله. لو انتي بتشتريها جاهزة ممكن تشتريها وتعملها برضو جميلة. كفاية الريحة بتاعتها مخليه الشقة حاجة تانية. دي حاجة نظيفة واحنا عاملينها بايدينا اهي اهي. كله يصلي على النبي يا جماعة، كل اللي يشوف الفيديو ده يصلي على النبي. دي اوردر مطلوب مني، اني قلت لكم قبل كده اللي بيطلب مني حاجه بعملها له. تعالوا معايا، هسيب ديت لحد ما كل ده ينزل في قاع الحله من تحت. ودي اللي انا عملتها اهي. بسم الله، صلوا على النبي يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله اهي، جميله ما شاء الله. اللي على الوش دي بتبقى رغاوي كده من على السمنه، ماهيش اي حاجه اهي. هنغطيها ونسيبها لحد ما تبرد، وبعدين نبقى ندخلها التلاجة عشان تربط اهي. اغطي عليها لحد ما نعمل التاني. عايزه كل اللي يشوف الفيديو ده يحط لايك واشترك في القناه ويفعل الجرس عشان كل ما انزل فيديو اتفرجوا عليه. هفضل اقلب فيها بس كده عشان ايه ما تتحرقش مني. السمنه دي يطلع لك منها رغاوي اللي هي من على وش السمنه كده، يطلع لك منها عجوزه. هي العجوزه يا ام نور اللي انتوا بتقول عليها مرطه. بنقول لكم بالفلاحي كده يعني اهو. هنصلي على الرسول لحد ما السمنه بتاعتنا ديت تستوي، واقول لكم انا عباب ايه. خليكم معايا حبايب قلبي. كده السمنه بتاعتي هي استوت، تغلي اهيت كده. بسم الله ما شاء الله، جميله جميله جميله. هطفي عليها النار عشان ما تتحرقش، عشان لو علينا النار على السمنه بتاعتنا ممكن تتحرق. تتحرق بقى ازاي؟ ممكن السمنه كده بدل ما هي جميله كده تبقى حمرا لو خدت نار زياده. انما هي كده استوت خلاص. دي رغاوي بتاع السمنه. لما الوقت في طبق وعبي السمنه كده. بس انا كنت عايزه اوريكم النتيجه بتاعتها كده اهي اهي. كلها بتغلي ما شاء الله اهي، بتفرق لوحدها اهي. هطفي عليها النار وعباها واوريها لكم بعد ما اعبيها. خليكم معايا حبايب قلبي. السمنه بتاعتي اهي بعد ما عبيتها في العلب اهي.
اغطي عليها عشان لحد ما تبرد، وبعدين احطها في التلاجة زي ما قلت لكم اهو. كده غطينا عليها بالعنب. هنجيب لها حاجه تقيله بالراحه هنا عشان السمنه تبقى مرمله وجميله. لازم تغطي عليها بالراحه يا حبيبتي اهو. هجيب قماشه واغطي عليه. دي كان الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك عشان كل ما ننزل فيديو تتفرجوا عليه. النهارده كان الجمعه. دي مش هختم الفيديو معاكم كده. عملنا السمنه وهنعمل غدا. تعملي غدا يا ام نور. النهارده الجمعه ما عملتش سمك من زمان. كان ولادي وجوزي كانوا واخدين الظهر، فهنعمل لهم سمك مقلي النهارده، شويه رز، ونحط على سمنه بلدي من الجميله اللي احنا عاملينها دي. خليكم معايا تشوفوا الغداء. حبايب قلبي، قلت لكم ان احنا هنعمل النهارده سمك. دي احلى صينيه سمك في الفرن اهيت. انا صورتها لكم قبل ما احطها في الفرن، وبعد ما اطلعها هوريها لكم. عايزه لايكات كتير على صينيه السمك دي. خليكم معايا لحد ما الاكل بتاعنا يستوي.